مركز الضواحي. ايه اللي حصل؟ ان فيه واحد يعتبر رجل اعمال عنده مخبز افرنجي بيعمل فينو بقى وحاجات من ديت، والمخبز ده واخد صيت، والراجل ده مشهور وراجل ليه وضعه الاجتماعي والدنيا زي الفل ومتجوز ودنيته تمام. الراجل ده قاعد في عمارة، العمارة دي عمارة فخمة جدا، ساكن جنبه الشقة اللي جنبه موجود فيها سيدة من أسرة محترمة، وسيدة غاية في الاحترام والأدب، سيدة ما عليهاش أي غبار، سيدة جوزها متوفي، هي أرملة ولم يرزقها ربنا بالأبناء، فعايشة لوحدها في هذه العمارة الفخمة وشغالة، تروح شغلها وبتيجي، وفي حد زي خادمة كده بتيجي تساعدها في البيت، وبتروح آخر النهار والدنيا ماشية معاها. سمعتها محترمة جدا، كل حاجة فيها ما عليهاش أي غبار، لكن احترامها وأدبها مخلي أي حد يقف عند حده لأنها محترمة. لحد ما حصل غلطة بسيطة منها غير مقصودة. ايه اللي حصل؟ راجعة من الشغل في يوم ومحدش كان، الشغالة مش موجودة، وجايبة شايلة شوية حاجات يعني طلبات للبيت. جت حطت المفتاح في الشقة، في باب الشقة، وفتحت ودخلت وهي شايلة الحاجات، دخلت وبكعب رجليها قفلت الباب ودخلت عشان تحط الحاجات على الترابيزة، ونسيت ان المفاتيح سايباها في الباب بره. في الوقت ده هي ما كانش دماغها شغالة يعني، او ما كانش موضوع المفاتيح في دماغها، هي دخلت وحطت الحاجة، وكان كل انشغالها ان هي تحط الحاجة في المطبخ وبعد كده تغير هدومها والدنيا معاها بسيطة. في الوقت ده الاخ سامي صاحب المخبز جارها طالع، فوجئ ان لقى المفتاح في الباب. يعمل ايه؟ مفروض يخبط، ده لو عاوز يعني يدخل نفسه في قصة يعني. حضرتك نسيت الباب يا فندم في المفتاح اللي فيه مفتاح العربية بتاعتها، اللي فيه مفتاح الشقة بتاعتها، ومفاتيح اخرى بقى في كل حاجة. انما الاخ سامي عمل حاجة بوزة شيطان، اخد المفتاح حطه في جيبه ودخل شقته. هي تداركت موضوع المفتاح، قعدت تدور على المفتاح مش لاقياه، قلبت الشقة عليه مش لاقياه، بصت في الباب بره مش موجود. طب تعمل ايه؟ قالت يمكن يكون انا دخلت الشقة طبعا بيه، فيمكن يكون واقع هنا، فما خدتش في بالها يعني. بكره يا اما اخد المفتاح الاحتياطي على ما الاقيه وانا بروق، او الشغاله تيجي تلاقيه وهي بتروق، اي حاجه يعني. الساعه 1 بالليل الاخ اللي اسمه سامي نايم جنب مراته حلاله، نايم جنب مراته حلاله. يجي الشيطان يلعب في دماغه، الست الجميلة المحترمة اللي محدش عارف يوصل لها ديت، واللي بتحط كل واحد عند حده، انا معايا مفتاح شقتها وعندها شغل الصبح، يعني اكيد ان هي نايمة دلوقتي. يقوم الشيطان يخلي الفكرة تختمر في دماغه ان يقوم دلوقتي ويروح يفتح عليها شقتها ويدخل عليها يمارس معاها العلاقة المحرمة. طب ما انت جنبك مراتك يا نطع، جنبك مراتك اهي مش مكفياك؟ لا، الشيطان اللي خلاه الساعة 2 بالليل أمن مكانه، وبالفعل اتسحب وطلع من شقته، فتح باب الشقة التانية بتاع الأخت المحترمة ودخل الشقة وقفل الباب. طبيعي كان الساعة وقتها الساعة 2. تفتكروا هي موجودة فين؟ أكيد في غرفة النوم. طبعا الفترة اللي فاتت دي فترة حر، محدش بيتغطى، وهي ست لوحدها في البيت، فبديهي إن هي نايمة. فدخل البيت
على الشقه، دخل على غرفه النوم بيدور عليها طبعا، مش عارف الغرف لانه ما دخلش بيتها قبل كده. شاف الغرفه دي اوضه الضيوف ده كذا، لقى غرفه النوم. دخل البيت بيبص لقاها نايمه على السرير بقميص نوم. ست نايمه في بيتها في شقتها امنه في سربها. ما كان من الاخ ده انه عامل حسابه جايب معاه سكينه وراح واقف متجرد تماما من ملابسه لحد ما بقى كيوم ولدته امه، ملط عشان يسهل الموضوع على نفسه، ويروح رايح على السرير ونايم جنبها وواخدها في حضنه. طبعا هي نايمه، مجرد ما لقت اللي بياخدها بياخدها في حضنه، ذهول، فزع، صريخ، خوف، راح كاتم نفسها وراح ماسك انا اسف يا جماعه عشان بس كنت تعبان شويه، وراح ماسك السكينه اللي معاه وحاططها على رقبتها ومهددها: لو عليتي صوتك هقتلك دلوقتي حالا. انت طبعا هي عارفاه جارها، انت ايه اللي انت بتعمله؟ انت ايه اللي جيت ده؟ وانت قلع؟ انت ازاي قالع انت؟ قال لها هعمل معاك، يعني هعمل معاك. انت ازاي؟ انا انسانه محترمه، انت كده. وبدات تشتم فيه، قال لها هقتلك، وراح غززها غزه كده فين؟ في رقبتها. طبعا هو راجل وهي ست ضعيفه برضه او ان كانت، المهم غصب عليها بالتهديد بالسلاح لحد ما قلعها قميص النوم كمان اللي هي لابساه وجردها تماما من ملابسها، وبالعافيه وبالاغتصاب مارس معاها بالاعترافات، مارس معاها العلاقه كامله، معاشره الازواج رغما عنها تحت تهديد السكينه. مش بس كده، اول ما خلص الشيطان كمل مع دماغه. عمل ايه؟ اول ما خلص جاب تليفونه، هي طبعا كيوم ولدتها امها، راح مصورها كذا صورة وهي بدون ملابس، وكمان وهو شغال معاها كان بيصور العلاقة دي على اساس ان هو يشوفها بعد كده وتكون معاه بعد كده، ولو ما يطلبها تاني الست المحترمة تجيله غصب عنها عشان هي من عيلة كبيرة فهتخاف من الفضيحة. ده كان تفكيره. فقعد يصورها تحت تهديد السلاح برضه، وبعد ما خلص قال لها بقول لك ايه، هتصوتي، هتعملي مشكلة، هتبلغي البوليس، هتقولي لحد، انا الصور دي هتنتشر على السوشيال ميديا كلها فضايح، جسمك الجميل ده هيبقى كل واحد شايفه، والفيديو بتاع العلاقة كمان هنزله، الفيديو بتاع العلاقة كمان هنزله. فطبعا مذهولة، قال لها مش بس كده، انا ببعت كمان الفيديوهات دي والصور دي لواحد صديقي على الواتساب اهو. ليه؟ علشان لو انا اتمسكت هو بقى ينشر، عشان تعرف ان انا ماسك الدنيا من اولها لاخرها. ماشي يا حلوة؟ فلما عوزك بعد كده تجيلي، عشان بصراحة أنا من اول ما شفتك وانا هموت عليكي. فراح رامي لها المفتاح، قال لها خلاص انا مش محتاجه، المفتاح اهو انت نسيتيه في الباب، فانا مش محتاجه لان عارف ان انا لما اتصل عليكي هتجيني. مسك تليفونها رن على نفسه، عرف رقم تليفونها، قال لها وقت ما هرن عليكي يجيلك يا تجيلي، سلام يا اموره. وراح لابس هدومه وراح طالع ماشي الساعه 4 الفجر، طلع وراح داخل شقته. السيده المحترمه في انهيار كامل، انهيار ما بعده انهيار، لا عارفه ايه اللي حصل ولا مستوعبه ايه اللي حصل، وكل اكتر تفكيرها كمان انتهاك شرفها وعرضها، والتصوير اللي اتصورته والفيديوهات اللي اتصورت لها، وكمان الحاجه اللي راحت لصاحبه، يعني في واحد كمان غيره بقى معاه الفيديوهات دي وشافها، وكمان بيهددها انه وقت ما هيعوزها هيجيبها. ده مش بعيد كمان
صاحبه اللي راح له الحاجة دي يطلبني كمان. فدي الحاجة اللي خلتني اقول شابوه. هي دي الحريم الرجالة. عملت ايه؟ قالت عليا وعلى اعدائي انا ما غلطتش، انا انتهك عرضي وتم اغتصابي، مش هعمل زي اللي بيخافوا ويكتموا نفسهم ويكتفوا نفسهم ويسكتهم ويبقوا ضحية للاشكال دي. القصة دلوقتي حصلت مرة، لو سكت هتحصل 100 مرة ومش هعرف العواقب بتاعتها. وخدت قرارها وراحت على رئيس مباحث شرطة الضواحي وبلغت عن الأخ سامي. قالت كل حاجة حصلت معاها بالتصوير، بكل حاجة، من أول ما نسيت المفتاح لحد ما خلص وهددها ومشي. طبعا عشان الموضوع يكون مؤكد قبل أي إجراء تم تحويلها للطب الشرعي. الطب الشرعي اللي أثبت بالفعل إن تم اغتصابها اغتصاب كامل وهتك عرضها، يعني حتى وفي بعض النغزات بالسكين باينة نتيجة اللي هو يعني التهديد. طبعا أمر من النيابة بالقبض على الأخ سامي اللي متجوز وعنده أولاد وعنده مخبز ودنيته تمام ومشهور. تم القبض عليه. اللي راح لقوا معاه الفيديوهات. طبعا هي كانت مبلغه وقايله ان هو بعتها لحد تاني. لما شافوا التليفون فوجئوا ان هو بعت الصور على تليفونه التاني، ما بعتهاش لحد. كان ليه تليفون تاني، واتس تاني، رقم تاني، فبعتها في التليفون التاني، بس كان عاوز يوهمها ان الصور دي مع حد تاني يعني. طبعا بعد الضغط عليه وممارسات الشرطه والمباحث والنيابه اعترف اعتراف تفصيلي وقال ان الشيطان غواني وغصب عني لقيتني كنت يعني في ايدي فرصه ان انا امارس مع السيده اللي كل الناس بتقول ان هي محترمه بس هي جميله، مين ده اللي يعرف يوصل لها من ده؟ فانا لقيت الموضوع يعني بالنسبه لي كبير جدا، وان انا اوصل لها وتكون تحت امري تجي لي وقت ما احب، دي كانت حاجه يعني كبيره بالنسبه لي. فغصب عني مشيت ورا الشيطان وعملت القصه دي. اعترافات تفصيليه. طبعا تم تحويله للجنايات اللي اصدرت حكمها الرادع والعادل. حكمت المحكمه على سامي بالاعدام شنقا. حكم رادع. ساعتين من الساعة 2 للساعة 4 ضيعوا حياة بني آدم بسبب نزوة شيطان. جنبك مراتك حلالك، فض فيها شهوتك، ربنا شرعها لك وحللها لك. تفرق ايه عن التانية؟ تسيب الحلال وتروح للحرام؟ نفعك الحرام بايه؟ لمجرد متعة ساعة خسرت حياتك واتحكم عليك بالإعدام، رملت مراتك، يتمت عيالك، غير السمعة السوداء اللي سبتها وورثتها لأولادك ولمراتك. يا جماعة اتقوا الله. يا جماعة اعتصموا بحبل الله جميعا. ارجعوا لربنا واستعيذوا من الشيطان. طريق الشيطان طريق هلاك. غلطة بسيطة وساعة راح ضحية وتم الحكم عليه بالإعدام. شفت نتيجة الطمع، نتيجة السير ورا الأهواء. طبعا دي كانت قصتنا النهاردة. يا ريت يكون في ردع لو كل واحد سولت ليه نفسه انه يعمل حاجة في الحرام. دي كانت قصتنا النهاردة.